السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تري سيرف نت NFT. التطبيق ده مساحته 99 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالتداول وخاص بالشؤون الماليه وخاص بالعملات المشفره. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تتداول، تقدر ان انت تبيع، تقدر ان انت تشتري، تقدر ان انت تحط فلوس على التطبيق تجيلك، تتداولها زي البورصة كده، تجيلك بأرباح بتاعتها بمبلغ أكبر أو بعائد أكبر. بتقدر ان انت كمان تتعامل بالعملات المشفرة، وتقدر ان انت تشتري، وتقدر ان انت تبيع، وتقدر ان انت تخزن على التطبيق عملات رقمية مشفرة. كمان بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تلعب عليه الألعاب، يعني هو تطبيق خاص بالتداول والألعاب. الالعاب دي عشان يعني ما يحصلكش نوع من الملل او نوع من الزهق، فهم حاطين لك عليه العاب علشان تلعبها الوقت الفراغ بتاعك او الوقت اللي انت حاسس فيه ان انت زهقان او متضايق او عايز حاجه تكسر الروتين او كده. ده الغرض من التطبيق. التطبيق ده كان تطبيق كويس وكان ماشي كويس جدا ومكانش فيه اي مشكله، وناس كتيره كانوا شغالين عليه وكانوا بيحققوا منه مكاسب وفلوس حقيقيه، وكانوا بيسحبوها، وكان الدنيا كويسه جدا لحد شهر 6 2024. اول حاجه اتعمل تحديث للتطبيق ان مفيش حد يقدر يسحب فلوس الا مش مفيش حد يقدر يتداول الا لما يكون في فريق. يعني لازم تبقى جايب فريق معاك في التطبيق، وانتوا مع بعض كده بتتداولوا او بتبيعوا او تشتروا او بتعملوا اي حاجه. فلازم تكونوا فريق مع بعض مرتبطين ببعض عشان تقدروا ان انت تتعاملوا وتتداولوا. تاني حاجه، وقف موضوع التداول، حتى ناس كتيره كان ليهم فلوس على التطبيق. ناس كان ليهم 200 دولار و300 دولار على التطبيق، وقف مره واحده. سحب الفلوس، مبقاش حد عارف يسحب فلوس. ده رقم واحد. رقم اتنين، حتى اللي كان معاه فلوس وموجود على التطبيق الحساب بتاعه متصفر. ف ايه اللي حصل في شهر 6 تقريبا؟ يعني ان التطبيق توقف بشكل مؤقت، توقف بشكل دائم، ما بقاش بينزلوا تحديثات. القائمين عليه حبوا يسحبوا الفلوس من الناس، كان عبارة عن نصب، حاجة زي كده. فده من ضمن التطبيقات اللي انا مبقتش برشح حد دلوقتي ان هو يحملها لحد ما الناس تبدأ انها تتداول تاني على التطبيق، وتبدأ ان هي تحقق مكاسب من التطبيق. وبعد كده ابدأ انزل فيديو تاني وانصح الناس ان هي تتداول على التطبيق وتبيع وتشتري وتحقق منه مكاسب. بس كده، ده الغرض من التطبيق وده فائدة التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك الفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين رتب لي في الكومنت لو شفت ميزة قبل التطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.